أي موضوع يضايقك أو يشغلك. طبعا سهلة أوي الإجابة، ها؟ هتلاقي على طول إجابات كتيرة واضحة جاهزة. يضايقك أو يشغلك. تصور إنك بتعمل كده وتحطه في إيد ربنا وقول له مش عندي، خلاص الموضوع عندك أنت. سهلة اللعبة دي. أي موضوع يضايقك أو يشغلك، تخيل إنك بتعمل كده، تاخده من دماغك تحطه في إيد ربنا، تقول الموضوع ده تبعك، وتجاهد إنك لا تفكر فيه ولا تحسب له تاني. كل لما يجي يخبط في دماغك تبص فوق كده وتقول له اتفقنا الموضوع عندك مش عندي. صدقوني لو عشتوا كده هتعيشوا زي الأطفال، يعني فرحانين ومتكلين. ليه؟ ياما مواضيع بتشغلنا أو بتضايقنا كتير قوي يوميا ومش موضوع. طب انت ليه معذب روحك؟ وربنا مش متأخر انه يشيل كل حاجة. لا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. زي ربنا يجي يقول لك عاوز ايه، تقول له متضايق عشان ابني كذا، خلاص ما تتضايقش، خلاص بقى. المفروض ايه؟ مش انت عرفت ربنا اللي شغلك؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم.